ليه ربنا غفر لسيدنا آدم ذنبه وما غفرش لإبليس ذنبه؟ سيدنا آدم اعترف بذنبه، اعترف بضعفه، واعترف بأن المنهج حق وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى. لكن إبليس رد الأمر على الآمر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإبليس هنا رد الأمر على الآمر، ما اعترفش بذنبه ولا قال يا رب غلبني ضعفي وأنت الحق وقولك الحق، ولكنه رد الأمر على الله سبحانه وتعالى وقال سأفعل كذا وكذا، وده كفر. إياك إنك ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى. فلو أنت ما بتصليش ما تقولش وإيه فايدة الصلاة، لو أنت ما بتزكيش ما تقولش شريعة الزكاة ظلم للقادرين، لأنك بكده والعياذ بالله تكون كفرت بالله. ولكن قول يا ربي إن فرض الصلاة حق وفرض الزكاة حق، ولكني لا أقدر على نفسي فارحم ضعفي يا رب العالمين. انت عارف لو عملت كده انت كده تكون عاصي بس، وعاصي طبعا مش حاجة قليلة، بس عاصي غير كافر. الفرق بين معصية سيدنا آدم ومعصية إبليس إن آدم اعترف بذنبه ومعصيته، ولكن زي ما قلنا إبليس رد الأمر على الآمر، فبكده سيدنا آدم عصى ولكن إبليس كفر والعياذ بالله. طيب ده كلامي أنا اللي بقول الكلام ده كلام الشيخ الشعراوي في تفسير الشيخ الشعراوي، واللي أنا بقرأه حاليا وأدعوكم لقراءته انتوا كمان، اسمه خواطر حول القرآن العظيم.